يا جماعة هو طبيعي ده يكون حظي في العرسان اللي بتتقدم لي؟ من يومين جالي عريس بيقول انه فود بلوجر ومشهور. انا بقى اصلا اول ما سمعت كده كنت رافضه الموضوع، بس قولت اشوف ايه الدنيا. المهم اول ما وصل العريس المنتظر وانا كنت واقفة ورا الستارة وشفت كائن غريب، لقيت واحد جاي يتقدم وهو لابس ترنج اديداس جايبه من العتبة تقريبا، ولابس نظارة الشمس جوه الشقة، وقاعد حاطط راجل على راجل. استاذ ميدو بقى بدأ يحكي عن نفسه وبيقول لي بابا انا فود بلوجر يا اونكل وجاي اتقدم لبنتك. فبابا ما فهمش يعني ايه اللي بيقوله ده، فقال وانا بعمل مراجعات لكبده وسجق، بس علشان لو المحل حب يخليني ادفع تبقى حاجه رخيصه اقدر عليها، ودلوقتي انا عندي 830 متابع وكل يوم بيزيد 2 متابع جديد، يعني السنه الجايه هبقى نجم مشهور يا اونكل. بابا قاله طب هتفتح بيت ازاي دلوقتي؟ رد عليه اول سنه هنعيش مع ماما وبعد كده هنشوف بيت ايجار، وما تقلقش لو جالي ريفيو هنقسم الاكل انا وبنتك علشان نبدا حياتنا صح. انا هنا سمعت الكلام ده وانا واقفه ورا الستاره وجريت على ماما قلت لها بالله عليكي الحقيني، روحي قولي لهم اي حاجه علشان يمشي. فقالت لي ايوه يعني اعمل ايه؟ فقلت لها قولي لهم ان احنا مسافرين كوكب زحل ومش راجعين قبل 20 سنه. بصت لي باستغراب كده اللي هو انت عبيطه يا بنتي؟ قلت لها قولي كده ما تخافيش باين عليه عبيط وهيصدق. الكارثه انه صدق الكلام ده وقال لها هستناها اكون كونت نفسي. انا مش عارفه ايه حظي ده، بس ان شاء الله ما اعتقدش ان في عريس هيجي اعبط من ده.